أبرز حدث لهذا اليوم وهو التحقيق في ظروف مقتل شرطي عثر عليه جثة هامدة ومتفحمة ملقاة في قناة للصرف الصحي بحد سوالم، حيث فتحت المصلحة الولائية بالشرطة القضائية لمدينة الدار البيضاء الخميس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اختفاء موظف شرطة. كشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن موظف شرطة اختفى في ظروف غامضة تحتمل شبهة إجرامية، حيث تشير المعطيات لأن موظف الشرطة الذي يعمل بفرقة المرور بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء اختفى مباشرة بعد انتهائه من مهامه، مخلفا وراءه كاميرا وظيفية محمولة ونظارات شخصية تم العثور عليها وهي تحمل بقايا آثار دماء. وأضاف البلاغ أن عمليات المسح التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بالتنسيق مع عناصر الدرك الملكي مكنت من العثور على جثة متفحمة داخل قناة للصرف الصحي بالقرب من دوار الخضارة بضواحي حد سوالم، والتي يشتبه في كونها لموظف الشرطة المختفي، خصوصا بعدما تم العثور بمسرح الحادث على أصفاد مهنية وبقايا من صدريته الوظيفية. حاليا يعمل خبراء الشرطة العلمية والتقنية حاليا على التحقق من هوية الضحية بالاعتماد على بصمته الجينية، بينما يواصل ضباط الشرطة القضائية أبحاثهم الميدانية وانتداباتهم التقنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، حيث عثر على هذا الشرطي مرميا في قناة للصرف الصحي ومتفحما، وكانت حالة من الاستنفار قد سادت في صفوف عناصر الأمن الوطني على صفوف أو على مستوى ولاية الدار البيضاء، وذلك بعد تسجيل اختفاء الشرطي كما ذكرنا يعمل بفرقة المرور بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء. كما تم العثور على الكاميرا المهنية أو الكاميرا الخاصة بهذا الشرطي التي كان الشرطي المختفي يضعه على صدره، وقد استنفر هذا الحادث شرطة ولاية أمن الدار البيضاء التي فتحت تحقيقا في هذا الاختفاء، خاصة بعد العثور على آثار الدماء في المكان الذي كان الشرطي يعمل به، والذي اكتشف جثة الشرطي كان راعي غنم. هو أول من أخبر السلطات المختصة بواقعة العثور على الجثة داخل بلوعة بمتجر الخضارة بالساحل أولاد حريز، فإن المحققين الجنائيين يواصلون التحري والأبحاث بمنطقة الخضارة بالكلاب المدربة وبالتقنيات المتطورة من أجل فك لغز هذه الجريمة البشعة.